السلام عليكم وحياكم في فيديو جديد. معاكم قناة رايدات. غيرنا الاسم حق القناة، ان شاء الله يكون يعجبكم. واليوم انا طالع طلعة ادفنشرية مع اثنين من الشباب، واخذنا دبابات تجريبية من وكالة BMW، الله يعطيهم العافية. يعني ما قصروا والله انهم اعطونا الدبابات هذه تجربة قيادة. يعني الفكرة ان احنا بنطلع الحين بنجرب دباباتهم الادفنشر. طبعا الدباب هذا BMW 1200 جي اس، من اجمل وافضل دبابات الادفنشر ما شاء الله. وجهة نظر شخصية، بس انا احب الدباب هذا كثير. انا معي الفي ستروم الحمد لله، يعني مرتاح ومبسوط عليه، بس ان لو قدرتي المادية قوية اخذت هذا على طول، لان اسرع، عمود كردان، ما يحتاج صيانة، اسمه قوي، BMW. عرفت يعني تجون لاي احد تقولوا له معي BMW، حتى لو ما عنده دباب خلاص بيفهم انه ما شاء الله دباب يعني قوي. وطبعا ما اخذ السمعه هذه عبث. وش الخطه وش بنسوي؟ احنا الحين طالعين متجهين شمال بطريق الملك فهد، بنوجه على العماريه. من العماريه احتمال ان ننزل على ثادق، احتمال لا، للحين مو باين، كله بيبين في الموتو فلوج. الطريق حق العماريه حلو كثير، كله كيرفات، ما في سيارات، ما في زحمه، ما في قروشه. اوكي نجرب ندعس بالدباب. والله 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 ما شاء الله، والله في عزم مره حلو. الكفر الخلفي قاعد يدور معاي اصلا، مو قاعد يمسك ما شاء الله من كثر ما هو قوي. والله العيال ما دعسوا والله راح خلاص ما شاء الله. هذا تسلا السيت اب الجديد، ان شاء الله انه يكون سيت اب ناجح، لان انا اول مره اجربه بصراحه. يلا والله ما شاء الله في حيل مره حلو. تعال خلينا نوريك والله اتوقع عشان التراكشن شغال يرفع طور، مع اني اتوقع انه يقافل التراكشن. عشان شكله شو اسمه قافل التراكشن. تاكد شوف. والله ما ادري، ترى ما اعرف التراكشن ده. ما في مشكله، خلنا اول ما اوقف بعد شوي بعدل لك اعدادات. انا مش بتاع تراكشن. لا يا اخوي لا تفكر اكثر. لا حول، ناوي يجيب العيد اليوم، ما راح يخلصها على خير. ها ما يبغى يخلصها على خير. كيف طلع معاك؟ والله قسم بالله احس اني بقلع. خلاص هدي. انت ترى قدام مسكر. ها ايش بالراقه يا ابراهيم؟ ده انت شفتي حاجه لسه. اصبر، المنطقه هذه حلوه كثير. طبعا شوف اساسيات الادفنشرينج. وقف على رجلك كذا، وقف. ايوه حلو وبس. اهم شيء لا تقفل الدعسه فجاه. اذا قفلت الدعسه فجاه وتلقى كفر دخل معاك، يعني غرز، عرفت؟ اهم شيء لا تفلت الدعسه. ايش الحركات دي؟ والله تخوف. شوي. انا ما ادري عن دبابك، بس بالنسبه لي انا ما شاء الله جي اس ماشي معي زي اللوز. والله حتى هذا والله تبي الصراحه يخوف. انا خايف على خويه يفلت الداز. تستاهل. يعني احنا راكبين ادفنشر يعني طبيعي. ايش اسمه يا اخي الحصى ذا ماني بحبه، يزلق. شوفه كل شوي قاعد يزلق معاي. طيب سؤال ابراهيم، نفس الطريق. نفس الطريق. لا تتيسر يا رجال، تتيسر، عقلها وتوكل بس. والله ما شاء الله الجي اس اوف رود احسن بمليون مره من دبابي. اعجبني ما شاء الله. عرفت اللي ثابت. الزبده هدوا يا عيال، يعني ما اتوقع ان لكم نفس تنطون من هنا. ايش مره كبيره المنطقه الزراعيه صح؟ ايه لسه انت ما شفت شيء. في اماكن رايدات حلوه قدام، بس انا مشكله مطبات. ها؟ ايه تشوف انت
اقول لك الرياض ما يبي غير ادفنشر، ما ينفع. شوف تعطينا الرأي هذا. ما يحتاج توقف. قلطت عنده في السيارة. ما بقى الا شوي يسطح الدباب. هلا؟ مو معك ادفنشر؟ ايه كان حطيت الناقة معك. والله انا كنت بسطح دبابي عنده في الونيت. انتبه ايه؟ لا اوف هذا خوي يا اخي مو بصاحي قسما بالله. إيه؟ يلعنون. لا والله بيني وبينك بعد يعني شينه ترى والله دخلت شينه مره والله قسم بالله. انا شايف عارف انه بيدخل متعود عليهم عرفت يعني خلاص بحذف على اليمين. انا على بالي قاعد اسوق لحالي نسيت ان خوينا مشاري ورانا. وش الفيلم اللي بغى يصير ذا؟ علينا احنا اثنين والله جايز يا اخي شايفنا من كيلو. كفر نسم. كفر الامامي منسم. بس يمشي ما هي مشكلة، هذا نسم مرة عبينا هوا. هذا كل شيء بالنسبة لليوم. اتمنى ان الفيديو اعجبكم، يا ليت انكم تعطوني لايك وسبسكرايب للقناة، وباذن الله راح يكون في فيديوهات كثيرة راح تحسن من مستوى القناة، واشكركم للمتابعة. سلام.